الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. تعد مدينة تلمسان من أهم المدن الجزائرية غنى من الناحية الأثرية، بل أنها تمثل بحق متحفا للآثار الإسلامية لأزهى عصور الفن الإسلامي الأندلسي المغربي. وتلمسان إذا ما أردنا تحديد موقعها الجغرافي فإننا نجدها في غرب البلاد، وهي مدينة داخلية إذ أنها تبعد عن البحر بحوالي 50 كيلومترا. ولقد ازدهرت مدينة تلمسان ازدهارا حضاريا كبيرا عبر المسيرة التاريخية الطويلة التي مرت بها، وذلك نظرا للتنافس الشديد بين ملوك وأمراء الدول الذين حكموها، ذلك التنافس الذي تمثل في تشييد المدارس للعلم وانتشار الفنون وبناء المساجد لإعلاء كلمة الحق ورفع لواء الجهاد للذود عن الإسلام وحضارته. ولقد تركت تلك المسيرة الحضارية الطويلة لمدينة تلمسان بصماتها على طلعتها، وهذا ما سنحاول تلمسه خلال هذا الشريط الثقافي المصور. وقبل الدخول في تفاصيل ذلك علينا أن نتعرف على المدينة ولماذا سميت تلمسان بالذات. ويبدو أن اشتقاق اسم تلمسان جاء من وحي موقعها الجغرافي وبيئتها الطبيعية، ولقد حملت تلمسه خلال هذا الشريط الثقافي المصور. وقبل الدخول في تفاصيل ذلك علينا أن نتعرف على المدينة ولماذا سميت تلمسان بالذات. ويبدو أن اشتقاق اسم تلمسان جاء من وحي موقعها الجغرافي وبيئتها الطبيعية، ولقد حملت لنا بعض التعاريف لتفسير كلمة تلمسان، منها على الخصوص ما ورد في دائرة المعارف الإسلامية ما معناه إن كلمة تلمسان العربية مأخوذة من البربرية تلمس وجمعها تلمسان ومعناها مدينة الينابيع. والحقيقة فإن الموقع الجغرافي فعلا يساند هذا التعريف، فالمدينة تقع وسط العيون والينابيع والحدائق الدائمة الخضرة، ومياه الينابيع متدفقة على مر الأيام وتداول الأعوام. وإن أول ما عرف من بناء يمكن أن يعتبر اللبنة الأولى لمدينة تلمسان هي بوماريا أو أجادير، التي قدم إليها إدريس الأكبر في القرن الثامن الهجري فأنشأ بها مسجدا، فكان هو أول مسجد أنشئ في تلمسان. ولقد عثر على المسجد المذكور خلال الحفريات التي أجريت بناحية أجادير في شهر ماي سنة 1973، هذا إلى جانب المئذنة التي ما زالت تتحدى الأيام، تلك المئذنة المعروفة بمئذنة أجادير. وفي القرن الحادي عشر الميلادي أسس الخليفة المرابطي يوسف بن تشفين قرية أسماها تاغرارت، وبمرور الزمن انضمت القريتان أجادير وتاغرارت وأصبحتا تكونان معا مدينة تلمسان. وفي القرن الرابع عشر الميلادي أنشأ بنو مرين أصحاب فاس في عهد أبي يعقوب يوسف سادس أمراء الدولة المرينية قرية المنصورة، وكانت تسمى وقتئذ المحلة المنصورة. وكان ملك تلمسان في ذلك الوقت هو السلطان الزياني أبو سعيد عثمان بن يغمراسن، ثم ابنه أبو زيان محمد الأول، ثم أبو حمو. وفي عهد هذا الأخير وقع الصلح بين المرينيين والزيانيين، وبعد خروج بني مرين من المنصورة خربها أبو حمو ليطمس آثار منافسيه. وجدير بالذكر بأنه قد عثر على لوحة رخامية في المنصورة كتب عليها: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، أمر ببناء هذه الدار السعيدة دار الفتح عبد الله علي أمير المسلمين ابن مولانا أمير المسلمين سعيد بن يعقوب بن عبد الحق، كملت سنة 45 و700، عرفنا الله خيرها. وفي الجنوب الشرقي من مدينة تلمسان وعلى بعد كيلومترين منها يوجد مركب آخر من بقايا الفن الإسلامي، حيث توجد قرية العباد الرائعة مرقد كثير من العلماء والزهاد، وعلى رأسهم سيدي أبي مدين. وتحتوي هذه القرية على جملة من المباني، في مقدمتها مسجد العلامة سيدي أبي مدين الذي لا يزال يحافظ على سلامته ورونقه. وقد تم تشييد هذا المسجد بأمر من أبي الحسن أحد ملوك بني مرين الذي تولى الملك سنة 730 هجرية،
ويرجع تاريخ إنشاء هذا المسجد إلى سنة 739 هجرية، وهو يمتاز بمدخله الكبير ذي السقيفة التاريخية وبابه المتأرجح ذو الصنع البرونزي. وللمسجد صحن تتوسطه سيقة ماء يندفع منها الماء للوضوء، وتغطي جدرانه نقوش وكتابات على هيئة الأزهار والنباتات كما هو الشأن في الفن الإسلامي. المدرسة سكنا للطلبة عبارة عن 12 حجرة، وللمدرسة بيت للصلاة سقفه مصنوع بالألواح المزخرفة، وقد نقشت بها آيات قرآنية، واسم منشئها السلطان أبي الحسن الماريني، وتاريخ بناء المدرسة وهو ربيع الثاني عام 747 هجرية. وجدير بنا أن نذكر بأنه قد درس في هذه المدرسة علماء أجلاء، منهم الخطيب ابن مرزوق وابن خلدون عبد الرحمن ويحيى وأبناء المقري وغيرهم كثير. ومن ضمن ما تشتمل عليه قرية العباد قصر السلطان أبو الحسن الماريني. هذا القصر المعروف بدار بنت السلطان، وهو لا يزال يحافظ على سمات روعته المعمارية رغم أن البلاء قد أخذ منه الشيء الكثير، وقد تم بناؤه عام 745 هجرية. ويضم هذا القصر 3 مجموعات بنائية مرتبة حول 3 ساحات. حفر في الساحة الكبرى المستطيلة الشكل حوض صغير، وأحيطت هذه الساحة ب4 حجرات مستطيلة. ويتقدم الحجرتين اللتين تنفتحان على الجهات الصغيرة رواق، ومن الساحة الثانية المحاطة ب3 غرف ينطلق سلمان يؤدي الأول إلى الطابق الأول والثاني إلى الحمامات. أما الساحة الثالثة فهي مربعة ولا نجد فيها إلا غرفة واحدة. حلات بالآجر المقرنص، وتنير القبة المواجهة للمحراب ألواح مربعة مختلفة الألوان. وهذا المسجد يعتبر بحق آية من الفن والروعة والجمال، إذ تحلي جدران محرابه آيات قرآنية منقوشة، ومن ضمن الكتابات المنقوشة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أمر ببناء هذا الجامع مع المدرسة المتصلة به مولانا السلطان الأعدل أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبو الحسن الماريني. ضريح سيدي أبي مدين هو الآخر إحدى آيات الجمال والهندسة الإسلامية البديعة،
سيده محمد الناصر بن المنصور الموحدي على قبر أحد العلماء الأجلاء والشيخ سيدي أبي مدين شعيب الأندلسي الإشبيلي المولد عام 520 هجرية. وبجوار المسجد من الناحية اليمنى توجد مدرسة تعتبر بحق آية أخرى من الفن والإبداع، وحجة قوية على مدى اهتمام المسلمين بالناحية العلمية. ومساحة هذه المدرسة يصعد إليها بعدة درجات تصل إلى باب كبير مقوس. وتضم المدرسة سكنا للطلبة عبارة عن 12 حجرة، وللمدرسة